لو معاك موبايل سامسونج تعال اقول لك على كام حاجه ما كنتش تعرفها فيه قبل كده. طيب هات موبايلك السامسونج وروح على تطبيق جود لوك. لو مش موجود عندك نزله من الاب ستور او من سامسونج ستور. هتفتح جود لوك. متنساش الفيديو لو عجبك اعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل ل50,000 لايك. الحاجات دي لو مش نازله عندك هتدوس على علامه الداونلود علشان تنزلها. هتنزل تحت هنا وتروح على حاجه اسمها وان هاند اوبريشن، هتدوس عليها وتشغلها. وبعد ما تشغلها بيقول لك عايز تعمل ايه بايدك الشمال وتعمل ايه بايدك اليمين. والخط اللي انت شايفه ده هي دي الحته لما تسحب منها الاكشن ده يتنفذ. هتدوس على ليفت هاندل. طيب انا هقول له ان انا لو سحبت كده يعمل باك، هي اوريدي شغاله. فانا عملت ان هنا لو سحبت لفوق هيعمل حاجه معينه، ان هو يعلي الصوت. لو سحبت كده لفوق بص على الصوت ازاي، وراح مظهر لي بانل تانية اتحكم منها. طب لو سحبت لتحت هدوس هنا اخصص، لو سحبت لتحت ايه اللي هيحصل. ممكن اعمل ان هو يقفل الشاشه اهو، فعلا قفل الشاشه بكل سهوله. افتح الشاشه تاني. فدي اختصارات هتسهل عليك استخدامك التليفون بايد واحده. لو رحنا في الايد اليمين قلت له ان انا لو سحبت لفوق كده خد لي سكرين شوت. هنزل هنا هدور على سكرين شوت، هدوس هنا. انا بدوس الاول هنا وبخصص، يقول لي عايز تعمل امر ايه بعد ما بتدوس على الحاجه دي. هقول له اعمل سكرين شوت. لو سحبت لفوق كده او بالفعل خد سكرين شوت. طيب لو نزلت تحت هنا في حاجه اسمها تاتش ويتس. انت كل الفكره ان انت تسحب من اخر الشاشه من هنا علشان الامر يتنفذ. لا ممكن ما تعملش كده، ممكن تكبر الخط اللي انت شايفه ده من هنا. فلو رحت هنا مثلا في النص مش على اخر الشاشه، رحت هنا وسحبت برضو الامر هيتنفذ. ومن هنا بتكبر وتصغر الحجم بتاع الشريط اللي على اليمين والشمال اللي بيقبل منك الاوامر اللي انت عملتها. وهنا البوزيشن تعليها وتنزلها. بس كده يا صديقي، والميزه دي هتسهل عليك استخدامك للتليفون. وما تنساش الفيديو لو عجبك اعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل ل50,000 لايك. واشترك وفعل الجرس لو انت على اليوتيوب، لو انت على التيك توك تابعني. بس كده، سلام.